أسود بعد أن كان أبيض من اللبن. أسأل الله حسن الخاتمة. أخذ هذا الاتصال إن شاء الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا عم الشيخ محمد؟ الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك وكتر من أمثالك. جزاك الله خيرا. والله يا فضيلة الشيخ، بس بدي أسأل إن أنا بصلي القيام بصلي تواتر مع الإمام. نعم بتصلي القيام. أنا بصلي بتهجد بالليل. أنت الأول بتصلي الأول بتصلي لحظة، بتصلي القيام خلف الإمام مش كده؟ وبعدين بوتر معه وتوتر مع الإمام. وباجي الساعة مثلا 2 3 باجي أصلي تهجد. فيجوز أصلي وقت بعد ما أخلص صلاة. حاضر إن شاء الله. بارك الله فيك عم الشيخ وكثر من أمثالك وبارك الله في قناة الرحمة والشيخ محمد حسان والشيخ محمود وعلماء الرحمة كلهم بارك الله فيك. بالنسبة للإجابة على سؤال آخر، طب أخذ السؤال الثاني وأجيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يحفظك ويكرمك ويستر معنا ومعاك يا شيخ محمد. آمين آمين ويبارك فيك. الله يجزيك كل خير. في الشيخ محمد حسان وجميع المشايخ اللي ربنا يبارك لكم. جزاك الله. بالله عليك ادعي لي. أسأل الله يثبتك ويبارك فيك. بالله عليك ادعي لي كثير يا شيخ. أسأل الله لك الستر والثبات والهداية. وربنا يا رب يكرمك ويستر معنا ومعاك في الدنيا والآخرة. آمين وجزاك الله خير. ربنا يبارك لك. ربنا يحفظك. ويجيب على هذا السؤال قبل ما اخذ المداخله بقى اللي بعد كده عشان ما انساش. طيب اصل القيام احنا عندنا في مصر وعندنا وفي العراق وفي الشام وفي كله خربطه ما انزل الله بها من سلطان. يعني بمعنى هو اولا الحديث الصحيح ما زاد صلى الله عليه وسلم على 11 ركعه لا في رمضان ولا في غير رمضان. وعلى فكره صلاه الوتر هي صلاه الليل هي صلاه القيام وهي كلها اسمها صلاه واحده. هو ده اسمه صلاه الوتر. النبي في رمضان هم ال11 ركعه، في غير رمضان هم برضه ال11. الفارق ان هذه صلاه التراويح انها تجوز خلف امام. ليه؟ لاجتماع الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولان عمر جمع الناس خلف ابي بن كعب. طيب نبص نلاقي حاجه عجيبه. ممكن واحد زي ما الاخ بيقول يقوم يصلي التراويح يقول لك اما اروح بقى اصلي كذا في البيت وبعدين يوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليله. انت اوترت خلف هذا الرجل ما توترش مره ثانيه، صلي مثنى مثنى. ولذلك صلاه الليل كما قال الامام الخراط لا حد لها ولا عد، لا حد لها ولا عد. عايز تصلي 20 40 60 وتختم وتر والله صلي اللي انت قادر عليه. الإمام أحمد كان بيصلي 300 ركعة من قول عبد الله بن أحمد بن حنبل، فلما كانت محنة خلق القرآن وابتلي وصار ضعيفا كان يصلي 150 ركعة إلى آخره. المهم أنت عايز تزود زود بس لا تجمع وترين. هذه واحدة. النقطة الثانية بيجي بقى أول ما تشوف بقى ليلة 21 هتلاقي المساجد عندنا شغل طبيخ والعياذ بالله جل وعلا. هتلاقي إيه؟ يقول لك صلاة التراويح هو الإمام هنا قام يصلي 11 وعمل وتر، ويجي بالليل متأخر شوية لك إيه صلاة التهجد. إيه دي؟ عايز أعرف من شرع لنا ذلك؟ من قال بصلاتين مختلفتين في الليل بمسميين، هذه بوتر وهذه بوتر؟ من قال من أهل العلم؟ ده يا جماعة مش دين أبدا، ورب ما هو من دين الله جل وعلا. الله ويقول لك بيبقى فرحان هنبدأ الساعة كذا. يا عم أنت عايز تصلي متأخر في الليل صلي تهجد أجل التراويح لما تبدأها من 1 بالليل ل3 زي ما أنت عايز، من 2 ل4 زي ما أنت عايز. خلاص. انما تيجي تصلي لي حاجه اسمها تراويح اللي هي صلاه التراويح المعلومه، ثم بعد كده تقول لي وانا عندي صلاه تهجد ثانيه 11 و11 عدد 2 جبت منين الكلام ده؟ في اي دين يا جماعه؟ انا بقول اهو هم 11 ركعه صليهم بعد العشاء ماشي، عايز تاجلهم تخليهم في اخر الليل ماشي، انما تصلي هذه بمسمى وهذه بمسمى ما انزل الله فيما سلطان. واحد يقول لي ما انت تقول صلاه الليل لا حد لا ولا عد. نعم مثنى 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 ووتر براحتك، انما ما تجيش تسمي دي صلاه وتسمي دي صلاه وتجعل دي مشروعية وتجعل دي مشروعية. أقسم بالله ما حدث، لا فعل ذلك النبي ولا فعل ذلك أبو بكر ولا فعل ذلك. تقول لي عمر ما هو جمع الناس خلف أبي وكانوا يصلوا 20 ركعة غير الوتر ماشي أهو في وقت واحد بمسمى واحد اسمها التراويح. هل عمر كان بيقوم يجيبهم بعد الساعة 1 بالليل ويقول لهم تعالوا بقى نصلي التراويح نصلي التهجد؟ ما حصلش والله ما حصل الكلام ده. واحد مسجد كده بيعمل مالي أنا مالي ده طبيخ. واحد ثاني يقوم يجيب لي فرحان بنفسه وبصوته يقوم يعمل لي وتر في التراويح ووتر في اللي بيقول عليها التهجد عشان يقعد بقى يغني للناس يتكلف ويجيب السجع. يا اخي ده ابن عثيمين رحمه الله يقول بان التكلف والسجع هذا ليس من الدين على الاطلاق، وما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت عايز تدعو ارتبط بكلام النبي الثابت عن النبي في القنوت. في الوتر عايز تدعو ادعو به، وبعدين قصر الدعاء هو الاصل في ذلك، انما الاطاله مع السجع مع التكلف هذا من البدع. ورجع فيها أيضا لأخينا الأكبر الحبيب محمد بن سعيد المقدم في رسالته الطيبة في هذا المضمار أيضا وضح. الشيخ ابن عثيمين يا جماعة لما كان بيجي ويلاقوهم بيطولوا ويعملوا الدعاء الطويل المتكلف فيه واللي يسموه دعاء ختم القرآن إلى آخر هذه الأمور يوم تارك الحرم
يترك ويخرج على طول. ليه؟ دي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ويقول لك كيف يا شيخ أنس بن مالك كان يجمع؟ ماشي، احنا عندنا الأصل اهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، النبي أبو بكر عمر عثمان علي. دون ذلك يؤخذ القول ويرد. ممكن الصحابي لم يعلم بمسألة، وممكن الصحابي علم بمسألة، إلى آخر هذه الأمور. حتى وإن كان فنحن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا مش عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. برضه أنا بص ألاقي بعض المساجد وأنا جاي المسجد ده مع احترامي دعيك عن القراءة، وفي الآخر يجيب ثناءات زي ما تسمع في الشرايط الوقت اللي بيعملوها دعاء ختم القرآن، يبدأ الأول ثناء الحمد لله كذا، الحمد لله الذي كذا واسع سمعه الأصوات وما مش عارف إيه، كلام كله بدعيات. ليه؟ لأن ما ثبت على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل هذا الثناء في الدعاء على الإطلاق على طول. اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر هذه الأمور. وذلك نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين، نبه على ذلك الأئمة. حتى في مصر عندنا أخونا الكبير الشيخ محمد بن سعود المقدم نبه على ذلك. إنما اللي بيحصل عندنا دي يعني زي بيقولوا إيه، موالد. إحنا يعني الناس كانت بتحب الموالد زمان، بتجد بديل عن الموالد في هذه الأمور. ما ينفعش الكلام ده يا جماعة، ما ينفعش الكلام ده على الإطلاق. أنا بحترم بعض المساجد هنا في القاهرة اهي بيبدأ الصلاة بتاعته بعد 12 التراويح، ماشي. ليه؟ عشان يعلم الناس ان هي صلاة واحدة. في المنصورة كذلك، في كذا. انما اللي بيحصل ده محتاج يعني شوية علم بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ، والله كان نفسي اسألك سؤالين يعني. اتفضل. انا ساعات بيجي لي هواجس كده بتحاول تفقدني ايماني والعياذ بالله. انا بصلي وبصوم وكل حاجة. بس الهواجس دي يعني انا بستعيذ منها كتير قوي، بس بيجي لي كتير. الحاجة الثانية ان انا جاي لي شغل في احد الفنادق يعني، بس بعيد عن المحرمات. هل الشغل في الفندق كله بصفه عامه حرام ولا؟ طب الفندق الاول فيه خمور وكده الى اخره؟ ايه؟ مش الفندق فيه خمور برضه؟ بس انا بعيد عن الحاجات دي خالص. انا عارف انك بعيد، خذها مني الله يبارك فيك. يعني اذا نظرت الى حديث النعمان بن بشير سترى ما اقول لك، وعد الى الحديث وقف عليه. ثانيا يا أخي يعني الأصل فينا إن احنا نتورع عن المحرمات ونتورع عن الشبهات. ثانيا أن الأصل هو الذي يندرج به الحكم. ثالثا أن هذا العمل لا يجوز. أولا في اختلاط، ثانيا في رؤية المميسات وبنات الهوى، ثالثا في رؤية ما يغضب الله جل وعلا، ما استطاعش أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. رابعا فيه الخمور ومصادر المال ملوثة بهذا الأمر. خامسا في حاجات غير الخمور برضه لا نريد أن نذكرها. أنا بقول لك في النهاية ابعد عن هذا المجال. يعني حتة الهواجس دي يا أخي ابحث عن طالب علم جيد ثقة يكون قريب منك واجلس معه، لأن هذا شيطان يتبعك. الأخ أنت لو بتجلس مع الصالحين وبتسمع المواعظ وبتقرأ في كتاب الله جل وعلا وبتشغل نفسك بكل صالح، بإذن الله تنصرف عنك هذه الأمور. أما النفس يا جماعة إن لم تشغلها بهذا الحق شغلتك بالباطل والعياذ بالله جل وعلا، ويستولي عليك الشيطان يأخذك من الشمال إلى اليمين ومن اليمين إلى الشمال. ولذلك ابحث عن واحد من أهل العلم الطيبين ينصحك يذكرك إذا نسيت، يأخذ بيدك إذا سقطت وما شابه ذلك، تخرج من هذا الوسواس بإذن الله جل وعلا. طيب آخر حاجة بقولها بقى في هذا، قيل للإمام الجنيد عند موته رحمه الله قل لا إله إلا الله، عشان برضه نختمها بشيء طيب. يعني قل لا إله إلا الله، أنت بتموت قل لا إله إلا الله. قال ما نسيته حتى أذكره. هو أنا عمري نسيت ربنا؟ ده أنا في كل لحظة، في كل خلجة، في كل ذرة، في كل نفس بتنفسه بذكر الله جل وعلا. فأنا على الذكر حتى ألقى الله جل وعلا. نهاية الحلقة بإذن الله جل وعلا بقول هقف عند هذا الحد لأن الوقت يعني معنا، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر للمسلمين جميعا والمسلمات في سائر بقاع الأرض وفي شتى الأرض. وبإذن الله جل وعلا الحلقة اللي جاية مهمة جدا يوم الأحد من 12 لواحدة برضو مهمة جدا. أنا عاملها تحت عنوان هكذا تبكي القلوب يا عاصي، هكذا تبكي القلوب يا عاصي. هتحدث عن بكاء القلوب أو عن دموع القلوب، وده موضوع جديد جدا جدا بإذن الله جل وعلا في نقله عن أهل العلم بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يستر علينا جميعا. خطبة الجمعة غدا إن شاء الله جل وعلا في مجمع الخليل إبراهيم بحدائق المعادي، مجمع الخليل إبراهيم بحدائق المعادي بالقاهرة بجوار شريط المترو. وأسأل الله أن يتقبل، وأسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة وفي العاملين عليها جميعا، وأن يكافئهم على ذلك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في المسؤولين الذين أعطونا هذه المساحات الطيبات، وأن يحفظ بلدنا مصر. أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك فيها وبمن فيها بإذنه جل وعلا. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.